الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا عندي 3 رسائل هقولهم كده في عجالة عشان الوقت. أول رسالة إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة. أول رسالة إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة. طبعا معروف إن رابطة الأندية المصرية دي رابطة منتخبة من الأندية. النائب أحمد دياب نائب أحمد دياب رئيس الرابطة، ونائبه الكابتن عماد متعب نائب رئيس الرابطة، والمستشار خالد أحمد رفعت مستشار الرابطة، وباقي الأعضاء المحترمين الممثلين للأندية المصرية. أولا نشكر الرابطة على إنها عملت درع جديد للدوري، وجابت راعي للدوري بمداخيل بجوائز للدوري. هي صحيح يعني حاجة رمزية لا تذكر، بسيطة، لكن أول الغيث قطرة. دي البداية، وإن شاء الله المداخيل تزيد بعد كده وتكبر إن شاء الله، ويبقى في جوائز كبيرة. طيب، عايز أقول إيه للرابطة؟ عايز أقول للرابطة حاجتين. أول حاجة إن إحنا عايزين دوري يخلص إن شاء الله في مايو سنة 24. عايزين جدول للدوري يخلص في مايو 24. إزاي بقى؟ أنا معرفش، دي شغلتكم انتوا الأندية، انتخبتكم عشان تشوفوا مصلحة الأندية المصرية ومصلحة الدوري العام. طيب، ما يعجبنيش ان الرابطة تقول احنا خدنا رأي الأندية والأندية قالت لا، عايزين الدوري بشكل الحالي. طب ما احنا كل سنة الأندية بتقول عايزة الدوري بشكله الحالي، مش عايزين تغيير في الدوري. طب مع احترامي لحضراتكم، انتوا منتخبين ليه؟ منتخبين عشان تشوفوا المصلحة العامة للأندية المصرية والدوري العام المصري وتعملوه. يبقى طالما الأندية انتخبتكم يبقى بتثق فيكم، يبقى اللي انتوا هتتفقوا عليه هو ده الصح للأندية المصرية وللدوري المصري. فرجاء اعملوا لنا دوري السنة دي ينتهي في مايو 2024. هتقول لي ازاي؟ اقول لك معروفة. اعمل دوري زي ما انتوا اخترعتوا كده، زي ما عملتوا في دوري المحترفين اللي تحت الدوري الممتاز. اعمل لي دوري من دور واحد، كل فريق يلعب 17 ماتش، ثم تاخدوا الثمانية الأوائل وتعملوا بينهم دوري، بحيث ان يطلع منه البطل الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا، وتاخدوا ال10 اللي تحت تعملوا منه دوري، بحيث يتعرف الفرق اللي هتهبط والفرق اللي هتكمل في الدوري بتاعنا. ما هو لازم الجراح لازم يشوف بالمشرط، العلاج بالمشرط احيانا بيكون افضل من المسكنات. العلاج بالمشرط احيانا بيكون هو الحل الوحيد. المسكنات خلاص مش جايبه نتيجه، المسكنات مش جايبه نتيجه، فلازم تدخل الجراح بالمشرط. ايه التدخل؟ موسم استثنائي زي دوري المحترفين، والتفاصيل كل الناس عارفاها. اتحاد الكرة هو اللي اعلن عنها وقال لك استطلعنا رأي الأندية والأندية ما وافقتش، او اسف الرابطة، لان اتحاد الكرة ملوش دعوة بالدوري وليه دعوة بالكاس والحاجات الخاصة بيه. الدوري ده بتاع الرابطة قالت لك ايه؟ استطلعنا رأي الأندية والأندية رفضت. امال حضرتك مع احترامي لحضرتك جاي ليه؟ جاي منتخب عن الأندية ليه؟ لتسيير الأعمال ولا لإيجاد حلول ومداخيل للدوري ومكاسب للأندية وتحل مشاكل الأندية وتحل مشاكل الدوري المصري؟ فرجاء عايزين موسم استثنائي من دور واحد زي دوري المحترفين،
عشان نخلص من القصة دي، مش كل سنة هنتكلم فيها. اعتقد ان انا قلت ما فيه الكفاية وكلامي كده بقى مكرر. طيب، النقطة التانية اللي عايزها من رابطة الأندية المصرية المحترفة، عايز جدول لمدة 30 أسبوع. جدول للدوري يعلن لمدة 30 أسبوع، ونسيب الأربع أسابيع الأخرى عشان تكافؤ الفرص للفرق اللي هتصارع من أجل عدم الهبوط إلى دور المحترفين، تصارع من أجل البقاء في الدور وعدم الهبوط. وعشان وفي ميزة تاني، إن المدربين بتوع أندية الدوري الممتاز يقدروا يحطوا الخطط والبرامج بتاعتهم للاعيبة بتاعتهم عشان نحد من الإصابات. ميبقاش ارفع الحمل ولا انزله، اخليه الحمل شكله ايه، ما انا مش عارف الدوري هيقف الاسبوع الجاي، انا هلعب ولا مش هلعب. فما يكون في جدول 30 اسبوع، المدربين يعرفوا يحطوا برامجهم وخططهم واحمالهم بناء على هذا البرنامج او بناء على هذا الجدول. طيب، لايك وشير وصلى على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. على فكرة ده السلوجان بتاع الأستاذ أبو المعاطي زكي، أسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء البحار. طيب، عايز أتكلم عن اتحاد الكورة. طلعنا امبارح أو سمعنا امبارح إن في عضو محترم من مجلس إدارة اتحاد الكورة المصري صرح بأنه بيطالب اتحاد الكورة بعمل لائحة جزاءات موحدة ومعلنة وموزعة على الأندية قبل بداية الدوري. وأنا أحيي هذا العضو أطالبه هو مع اتحاد الكورة بإظهار لائحة اللجان التابعة لاتحاد الكورة. عندنا لجنة المسابقات، عندنا لجنة الجزاءات، عندنا لجنة التظلمات، ومش فاكر لجان ايه تاني. لكن ارجو من اتحاد الكورة ان هو يرسل للأندية، يبعت لها اللجان دي، يبعت لها اللوائح بتاعتها، يبعت لوائح هذه اللجان التابعة له، ويحط اللوائح دي على الموقع الرسمي بتاع اتحاد الكورة. اعتقد ان في موقع رسمي لاتحاد الكورة يتحط عليه 30 اسبوع من الجدول الدوري الممتاز، ويتحط عليه لائحة اللجان المسابقات والجزاءات والتظلمات، واذا كان في لجان اخرى انا مش فاكرها او مش عارفها، تتحط اللوائح بتاعتها عشان الانديه تبقى بادئه الدوري وهي عارفه اللي ليها واللي عليها. طب نكتفي بهذا الموضوع وننتقل الى ايه، الى نقطة تانية هي تخص اتحاد الكورة. برضو الأندية المحترمة عندها متحدث رسمي بيتكلم باسم النادي، وأي حاجة هو اللي بيبقى ظاهر للإعلام ويتكلم باسمها وليس غيره. فأنا بطالب اتحاد الكورة كذلك، لابد أن يكون له متحدث رسمي إعلامي يتكلم باسم الاتحاد فقط. مش نسمع زي ما أنا حكيت من شوية إن عضو محترم من اتحاد الكورة يطلع يتكلم يقول لك مش عارف الموضوع الفلاني انا رأيي فيه كذا، الموضوع العلاني انا رأيي فيه كذا، يطلع عضو تاني يطلع يقول رأيه في وسائل الاعلام سواء كان رأيه موافق لرأي الاولاني او مخالف له. ما ينفعش. الأندية المحترمة
والاتحادات المحترمة بيكون ليها متحدث إعلامي، متحدث رسمي إعلامي يتكلم باسم النادي أو باسم الاتحاد. أعتقد يعني الرسائل دي أرجو إنها توصل لمن يهم الأمر في رابطة الأندية وفي اتحاد الكورة وفي أندية الدوري الممتاز، عشان نبدأ موسم جيد إن شاء الله، ونسعد بالدوري المصري بتاعنا المحترم إن شاء الله. السلام عليكم.